السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة كريستال أم كريم، وأهلا بالمتابعين الجداد معايا في القناة. النهاردة معانا ورشة حصري وترندي جديدة على قناة كريستال أم كريم. معانا شنطة بابا نويل بمناسبة رأس السنة الميلادية. بالنسبة لإخواتنا المسيحيين كل سنة وانتم طيبين. سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب. ربنا يعودها علينا وعليكم الأيام بكل خير، وإن شاء الله تكون سنة مليانة كلها بالخير والبركة على الجميع. شنطتنا ترندي وحصري على قناة كريستال أم كريم. طبعا انتظروا ورش كتير خاصة برأس السنة الميلادية، ان شاء الله هننزلها على القناة. حاجات حلوة كتير وهتكون حصر كلها على القناة. شنطتنا هنشوف خاماتها ايه، بس قبل ما نبتدي ونشوف الخامات ونبتدي في الورشة، يا ريت الأول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل او قول عشان يوصلكوا اشعار بكل فكرة وبكل فيديو جديد ينزل على القناة. طيب هنشوف خاماتنا ايه، يلا مع بعض. هنستخدم خرز ابيض واحمر مدور مقاس 10. الابيض عندي مط والاحمر شفاف. خرز مدور مقاس 10. وهنستخدم 16 غرزة عشان خاطر العين، الجنب ده والجنب ده. احنا عاملين وشين لبابا نويل، الشنطة من الجنبين. وهنستخدم خيط مقاس 80 او 70. وهنستخدم المقص والبنز. عايز تشتغليها بخيط مقاس 60 براحتك، بس انا بحب الشغل بتاعي يكون ايه، متين شويه. يلا نبتدي الورشه، وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هلضم 4 خرزات باللون الابيض، غرزه رباعيه. غرزه رباعيه يعني ايه؟ يعني مكونه من 4 خرزات كده بالشكل ده كده. ضربت 4 خرزات. اخلي الخرز في وسط الخيط واساوي طرفين الخيط ببعض كده. طبعا انت لو مبتدئه ما تطوليش الخيط زينا كده عشان ما يعجدش منك وتتضايقي من الشغل. اعملي خيط اقطع في حدود متر وايه ويخلص وتبدأ خيط جديد عادي. ماشي. لضمت 4 خرزات، الخرز قسمنا الخيط لطرف يمين وطرف شمال. خلاص. الطرف اليمين هرجع في الخرزة اللي في الطرف اليمين من فوق لتحت، كأنك هتطلع بالخيط من ايه، من الخرزة كده بالشكل ده. لو رجعت للاخر هيطلع الخيط من ايه، الخرزة. لا انا عايزاه يتكون حلقة كده. اجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقة، تمام. هيتكون معايا عقدة. اشد الاول قبل ما ادخل العقدة جوه الخرزة، اشد العقدة الاول، وبعد كده ايدي اليمين بتسحب ايدي الشمال وادخل العقدة جوه قلب ايه، الخرزة. تتأكدي ان العقدة جوه الخرزة، ما تبقاش باينة من اليمين ولا الشمال. لو بانت من هنا او من هنا هتبني الغرزة التانية عليها، يبقى الشغل بتاعك مزرزر مش هيدل. تمام. فلازم كل غرزة تتأكد ان العقدة جوه الخرزة. طيب كده انا عملت اول غرزة رباعية. ماشي. عايزه اعمل الغرزه التانية. الغرزه التانية برضو مكونه من 4 خرزات، كل غرزه مكونه من 4 خرزات. طب انا الخيط طالع معايا من خرزه من الغرزه الاولى، تمام. هيجي في الطرف اليمين، انا معايا خرزه في الخيط، احط عليها كام عشان تبقى 4؟ احط عليها 3. يبقى الغرزه التانية انا معايا خرزه من الغرزه الاولانيه، فمعايا خرزه في الخيط احط عليها 3. احط 2 في اليمين وواحده في الشمال. هيجي في الطرف اليمين احط خرزتين. احنا بنعيد كل مرة عشان الناس اللي اول مرة تدخل ايه، القناة، لكن كل الشغل ده احنا عايدينه 1000 مرة على القناة. اسيب خرزة وارجع في التانية، اعمل الحلقة، امسكها في ايدي كده وانزلها لتحت عشان خاطر ايه، ما تفلتش مني، تبقى متملكة شغلك كده. واجرب ايدي بالخيط من الخرز، ما خليش ايدي بعيدة ولولو الخيط على ايدي، فالخيط يبقى ايه، يبقى ملولو كده معايا. ماشي. يبقى انا حطيت خرزتين في اليمين، سبت خرزة ورجعت في التانية، عملت الحلقة وماسكة الحلقة في ايدي، تمام. وفي خرزة معايا في الخيط، يبقى كده معايا 3. واحط الخرزة الرابعة في الخيط الشمال، احط خرزة واحدة في الخيط ايه، الشمال. اعمل غرزة تاني برضو معاكم. ماشي. ده هما الاربع خرزات. خرزة من الغرزة اللي قبليها وحطيت 2 ورجعت في التالتة ورجعت في التانية، عملت الحلقة. والطرف الشمال حطيت خرزة واحدة. اجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقة اللي عملناها في اليمين، ونعمل ايه، نشد العقدة الاول كويس، وبعد كده ادخلها جوه الخرزة. شايفين؟
ادي بالمنظر ده معايا. كده عملت غرزتين. الغرزة التالتة هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في الغرزة التالتة؟ انا معايا خرزة في الخيط، يبقى هاجي في اليمين احط 2 وفي الشمال احط ايه؟ خرزة. ادي 2 معايا في اليمين، اسيب واحدة وارجع في التانية من فوق لتحت، اعمل الحلقة، اسحب الحلقة كده لتحت، تمام، وامسكها في صباع ايدي كده اليمين عشان ما تفلتش، واجيب الطرف الشمال احط خرزة واحدة بس، واجيب الطرف الشمال اللي هو فيه خرزة واحدة، ادخل في الحلقة اللي في اليمين اللي فيها خرزتين، واشد العقدة الاول كويس، وبعد كده اسحبها ادخلها جوه قلب الخرزة. شايفين الشغل عدل ازاي؟ لو العقدة باينة من هنا او من هنا هتلاقي الشغل بتاعك عامل كده، هتلاقيه عامل كده، هتلاقيه عامل كده معاكي، صح؟ فانت لما تبقى العقده مظبوطه ده شغلك عادل اهو مظبوط. انا كده عملت 3 غرز. انا الشنطه بتاعتي العرض بتاعها هيكون كام؟ هيكون 12 غرزه. عرض الشنطه 12. في اول سطر هيكون باللون الابيض كله. خلي بالكم احنا هندخل الوان، فتابعوا معايا تابعوا معايا الفيديو الاخر خطوه خطوه، لان فيها هندخل الوان اللي هو وش بابا نويل، هندخل اللون الاحمر الفم، وهندخل العين باللون الاسود. فتابعوا معايا الفيديو، في تريكات هنعملها في النص، تابعوا الفيديو للنهايه. طيب احنا كده عملنا كام غرزة؟ 1 2 3. هكملهم 11 غرزة، هكملهم 11 غرزة. احط في اليمين 2 وفي الشمال خرزة، في اليمين 2 اسيب خرزة وارجع في التاني اعمل الحلقة، وفي الشمال خرزة، واجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقة واشد ادخل العقدة جوه ايه؟ الخرزة. اكملهم 11 غرزة واجي اعمل الغرزة ال 12 معاكم. تمام كده انا خلصت 11 غرزة رباعية. عايزة اعمل الغرزة ال 12 اللي هطلع بيها السطر التاني واشتغل السطر التاني. تمام، فانا الخيط طالع معايا كده من الجنب، انا عايزة الخيط يطلع معايا من فوق بحيث اشتغل السطر التاني، عايزاه يطلع من الخرزة اللي فوق دي. فاعمل ايه؟ انا كنت بحط 2 وخرزة، لا انا بقى انا عندي هنا خرزة في الخيط، عايزة اكملهم 4. هحط ال3 خرزات كلهم في الخيط اللي من تحت. خلاص، يبقى انت اخر غرزة الغرزة ال 12 بتحط ال3 خرزات كلهم في الخيط اللي من تحت، كلهم مرة واحدة في الخيط اللي تحت. الغرزة ال 12 اخر غرزة، اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقة واسحب كده، اسحب الحلقة كده وايدي متملكة اخر ايه الشغل، اجيب الطرف التاني ادي بالشكل ده كده معايا، واجرب ايدي من الايه من الغرزة ايه ده. اخر غرزة حطيت 3 خرزات كلهم في الخيط اللي من تحت، سبت خرزتين ورجعت في التالتة عملت الحلقة، واجيب الطرف اللي من فوق اللي هو ايه الشمال، ادخل في الحلقة كده. شايفين الخيط هيلف معايا كيف وهيبقى من فوق اهو، واسحب العقدة داخلها جوه الخرزة. ادي الخيط طلع معايا من الخرزة اللي من فوق. كده عندي عرض الشنطة كام غرزة؟ 12 غرزة. ترتيب السطر التاني معانا: اول غرزة 3 ابيض بنحط عليها العدد كامل، هعملها معاكم ماشي. بعد كده 2 ابيض 4 مرات ماشي، احمر ابيض مرتين، بعد كده 2 ابيض 5 مرات. نشوف مع بعض اول غرزة هنعملها ازاي. تمام كده احنا شفنا ترتيب السطر التاني هيكون ازاي، بس هشتغل معاكم اول غرزة تمام واخر غرزة في السطر، وانتوا هتكملوا على باقي الترتيب اللي احنا ايه حطيناه. خلاص، اول غرزة قلنا 3 ابيض ليه؟ عشان الخيط بيطلع معاكي في كل او بداية سطر هيطلع معاكي من خرزة واحدة بس، يبقى كل اول غرزة هحط في الخيط اللي من بره 3 ابيض. تمام كده، اسيب خرزتين وارجع في التالتة من فوق لتحت، يبقى اول غرزة بنحط عليها ال3 خرزات كلهم العدد كامل بالشكل ده، واجرب ايدي من الغرزة كده ما بخليهاش بعيدة، واجيب الطرف التاني الشمال اللي تحت ادخل في الحلقة واشد العقدة بتاعتي كويس، ادخلها جوه الخرزة. ادي كده عملنا اول غرزة. كده الخيط طالع معايا من خرزة من الغرزة الاولى، خيط من فوق وخيط من تحت. الخيط اللي من تحت بنمشي بيه في الخرز، والخيط اللي من فوق بنلضم فيه ايه الخرز. همشي بقى الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة التانية اللي عليها الدور كده. تمام كده،
والخيط اللي كده الخيط معدي معايا من كام خرزة؟ 1 2 خرزة من الغرزة الاولى وخرزة اللي دخلنا بيها في الخيط من تحت اللي عليها الدور، يبقى 2 من 4، يبقى هاجي في الخيط اللي فوق احط ايه؟ 2. هنمشي نكمل باقي السطر بالترتيب اللي احنا جريناه الاول. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة والخيط اللي فوق احط 2 بالشكل ده. اجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقة واشد. هكمل باقي السطر. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة والخيط اللي فوق احط 2 ابيض. هحط 2 ابيض كام مرة؟ احنا حطينا مرتين، هحط 3 مرات تاني عشان يبقوا 5. وبعد كده الخيط اللي تحت ادخل في خرزة والخيط اللي فوق احط احمر ابيض مرتين. بعد كده هتكملي باقي السطر باللون الابيض واجي عند اخر خرزة اعملها معاكي. اخلص السطر التاني وارجع لك تاخديه سكرين شوت برضو. اخلص وارجع لك. كده عملت السطر التاني ترتيبه ايه اللي ياخدوا سكرين شوت. عملنا اول غرزة 3 ابيض عشان الخيط طلع معايا من خرزة واحدة بداية السطر. بعد كده 2 ابيض 4 مرات، ادخل في خرزة واحط 2، ادخل في خرزة واحط 2 ماشي. بعد كده احمر ابيض مرتين، بعد كده 2 ابيض 5 مرات. اخر غرزة اللي هي الخامسة في الابيض الخيط اللي تحت هدخل في اخر خرزة وهوريكم نطلع السطر التالت ازاي، عشان بعد كده كل بداية سطر كل نهاية سطر تشوف هتطلع زي ما نهينا السطر التاني هتبقى نهاية السطر التالت والرابع والخامس كله هيبقى نهاية واحدة وكله بداية واحدة. البداية بطلع من خرزة واحدة وبحط عليها 3 ابيض في الطرف اللي من بره، والنهاية الخيط اللي تحت اخر غرزة بدخل في اخر خرزة والف الشغل بتاعي كده في اخر غرزة في اي سطر. ادخل في خرزة والف الشغل بتاعي واجيب الطرف اللي من تحت هو اللي احط فيه الخرزتين عشان اطلع ايه الخيط يطلع معايا من فوق. دي نهاية السطر ايه التاني. اسيب خرزة وارجع في التانية من فوق لتحت اعمل الحلقة كده شايفين، واجيب الطرف التاني اللي من فوق ادخل في الحلقة واشد يطلع الخيط معاكي من فوق كده. تبدأ السطر التالت. نبدأ السطر التالت كده ايه عادي. ترتيب السطر التالت اول غرزة بنحط عليها عدد كامل 3 ابيض، بعد كده 2 ابيض 3 مرات، ابيض احمر، 2 ابيض، ابيض احمر، 2 ابيض 5 مرات. اللي ياخدوا سكرين شوت ترتيب السطر التالت بتكتبيه بالشكل ده، تكتبيه ماشي وبتنفذ غرزة غرزة. اخلص السطر التالت وارجع لكم. كده خلصنا السطر التالت. اللي ياخدوا سكرين شوت بالشكل ده حطينا 3 ابيض، 2 ابيض 3 مرات، ابيض احمر، 2 ابيض، ابيض احمر تمام، 2 ابيض كام مرة؟ 5 مرات. نشوف ترتيب السطر الرابع معانا. 3 ابيض اول غرزة العدد كامل 3 خرزات ابيض، 2 ابيض 3 مرات، اسود ابيض هندخل العين اهو بداية العين اول عين، اسود ابيض، 2 ابيض مرتين، اسود ابيض، 2 ابيض 4 مرات. ياخدوا سكرين شوت. يلا اخلص السطر الرابع وارجع لكم. كده خلصنا السطر الرابع. اللي ياخدوا سكرين شوت بالشكل كده. اول غرزة 3 ابيض، 2 ابيض 3 مرات، اسود ابيض، 2 ابيض مرتين، اسود ابيض، 2 ابيض 4 مرات. ده السطر الرابع بالشكل ده. طيب نشوف ترتيب السطر الخامس هيكون ايه معانا عشان نكمل العين. ترتيب السطر الخامس 3 ابيض، 2 ابيض مرتين، ابيض اسود، 2 اسود، 2 ابيض، ابيض اسود، 2 اسود، 2 ابيض 4 مرات. ده ترتيب السطر الخامس. اللي ياخدوا سكرين شوت اخلصه وارجع لكم. كده خلصنا السطر الخامس بالشكل ده تمام.
3 اول غرزة 3 ابيض، 2 ابيض مرتين، ابيض اسود، 2 اسود، 2 ابيض، ابيض اسود، 2 اسود، 2 ابيض 4 مرات. اللي ياخد سكرين شوت الوش كله كده. السطر السادس والسابع هيكونوا كلهم باللون الابيض. يعني نيجي كده في الشغل بتاعنا كده نشتغل كده، هنحط 3 ابيض، بعد كده خط تحت ادخل في خرزه واحط 2 ابيض، 2 ابيض على طول لغايه اخر غرزه، بحط الخيط في الخيط في اخر خرزه والف الشغل بتاعي واحط في الخيط تحت 2 ابيض، وتطلع السطر اللي بعديه. يبقى السطر السادس والسابع كلهم باللون الابيض. اخلص وارجع لكم. كده خلصنا سطرين باللون الابيض. تمام. يبقى عملنا كام سطر؟ 7 سطور. تمام. السطر الاول كله باللون الابيض، السطر التاني والتالت والرابع والخامس تمام هما اللي فيهم شغل الفم والعين، والسطر السادس والسابع باللون الابيض خالص مفهومش اي حاجه. تمام كده. طيب هنشتغل 4 سطور تاني باللون الاحمر، 4 سطور باللون الاحمر. يبقى السطر الثامن والتاسع والعاشر والحداشر، الثامن والتاسع والعاشر والحداشر هيكونوا باللون الاحمر عشان متلخبطيش، من اول الثامن لغاية الحداشر، يعني هيكون طول الشنطة بتاعتي 11 غرزة. احنا عملنا العرض 12 وهيكون الطول 11. تمام. يبقى السطر الثامن والتاسع والعاشر والحداشر هعملهم باللون ايه؟ الاحمر. اخلصهم وارجع لكم. كده عملنا الاربع سطور باللون الاحمر، بقى عندي الطول 11 سطر بالشكل ده كده. طيب هنعمل وش تاني بالشكل ده، يبقى معايا وشين. تمام كده. هنعمل سطر واقف داير ما يدور رباعي، هنراعي اللون، لا نمشي على اللون الاحمر باللون الاحمر والابيض باللون الابيض. خلاص. فهنشتغل داير ما يدور سطر واحد، والسطر التاني هنقفل الوش ده على الوش التاني. ماشي. نوصل معايا لغايه هنا. لايك حلو كده بايدك، يلا كومنت احلى ونرجع نكمل الورشه. طيب حطينا اللايك ماشي. نشوف بقى هنعمل ايه. نيجي هنا وهنشتغل الخيط طالع معايا، تحط خيط جديد. طبعا انت قفلتي الشغل بتاعك، لو نهيتي هنا يبقى هنبتدي من هنا. خلاص. يبقى تحط خيط جديد في الخرزه اللي هي في الجنب هنا، اول خرزه باللون الاحمر، واجي احط عليها بالخيط اللي من بره 3 خرزات باللون الاحمر. احنا قلنا هنمشي باللون الاحمر على باللون الاحمر والابيض بالابيض. ماشي. بهضم 3 خرزات كده، اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق ايه لتحت كده بالشكل ده. تمام. يبقى سطر ويقف كده. عملنا اكتر من ايه، من اكتر شنطة عملنا اكتر من شنطة بالشكل ده، بس احنا بنعيد عشان الناس اللي ايه اول مرة تدخل القناة. دخلت بالخيط اللي تحت في خرزة التانية اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق معدي في خرزة من الغرزة اللي قبليها، يبقى الخيط معدي من خرزتين، 2 من 4، يبقى اجي في الخيط اللي فوق واحط ايه 2، اسيب واحدة وارجع في التانية من فوق لتحت، اعمل الحلقة واشد العقدة الاول كويس، وبعد كده اسحبها ادخلها جوه الخرزة. الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة اللي عليها الدور، تالتة، الخيط اللي فوق احط 2، اسيب واحدة وارجع في التانية من فوق لتحت، اعمل الحلقة كده. الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة رقم 4 اللي باللون الاحمر. تمام. انا عندي 4 خرزات باللون الاحمر، هم ال4 سطور اللي عملناهم. ماشي. والخيط اللي فوق هحط احمر ابيض، مش هحط 2 احمر. الغرزة الرابعة هحط احمر ابيض، وهقول لكم ليه. عشان احنا عايزين نمشي على الاحمر. اسيب الخرز الاحمر
وارجع في الخرزة الابيض كده. دخل العقدة جوه الخرزة. شايفين المنظر هيبقى ازاي؟ احنا مشينا هنا، الخيط طلع من الخرزة في الجنب هنا، بدأنا من اول السطر من اول هنا كده، وحطينا ايه على الخرزة 3 احمر. بعد كده الخيط اللي تحت دخلت في الخرزة الحمراء التانية وحطيت 2 احمر. الخيط اللي تحت دخلت في الخرزة الحمراء التالتة وحطيت 2 احمر. الخيط اللي تحت دخلت في الخرزة اللي باللون الاحمر الرابعة وحطيت احمر ابيض. ليه؟ شايفين الشكل هيبقى ازاي كده من بره؟ هيبقى بالشكل ده كده. ادي باللون الاحمر هيمشي مع اللون الاحمر داير ما يدور، والابيض هيبدأ مع الخط الابيض اهو كده هينزل تحت. شايفين؟ هيبقى بالشكل ده كده. لازم يبقى شغلك مظبوط، ما يبقاش ملخبط. تمام، عشان يبقى كله ميه واحده. طيب الخيط اللي تحت هدخل في الخرزه بقى، نمشي على الخرز الابيض باللون الابيض بقى. الخيط اللي تحت هدخل في الخرزه باللون الابيض، والخيط اللي فوق احط ايه كده؟ احط 2 ابيض. خلاص كده. همشي بعد كده الخيط اللي تحت ادخل في خرزه باللون الابيض، والخيط اللي فوق احط 2 ايه ابيض، عشان انا ماشيه على اللون الابيض يبقى احط عليه ايه ابيض كده. نمشي كده. شايفين الشكل؟ همشي الخيط اللي تحت ادخل في خرزه، والخيط اللي فوق احط 2 ابيض، امشي كده داير ما يدور على اللون الابيض، واجي هنا على الخرزه باللون الاحمر دي هتحط 2 احمر. خلاص. وتيجي على الابيض هتحط 2 ايه ابيض. المهم تبقى ماشي على الابيض ابيض والاحمر ايه احمر بالشكل ده. اخلص داير ما يدور السطر وارجع لكم. كده عملنا سطر واحد. عايزين انتوا تزودوا اكتر من سطر. احنا عملنا سطر داير ما يدور، وراعينا ان احنا نخلي نمشي على الجنب الاحمر. اول واحده حطينا 3 احمر، بعد كده 2 احمر، 2 احمر، بعد كده احمر ابيض، يعني ربع واحده لونها احمر حطينا احمر ابيض عشان يبقى الخط الابيض ده ايه سوا واحد. تمام. بعد كده كملنا باللون الابيض كده داير ما يدور، وجينا لغايه هنا 2 ابيض، وبعد كده 2 احمر الاربع مرات. اخر واحده عشان يطلع معايا الخيط من فوق من هنا حطينا اخر خرزتين في الخيط اللي من بره. تمام. اخر خرزه في السطر او اخر غرزه او اخر غرزه معايا حطينا في الخيط اللي من تحت الخرزتين عشان يطلع معايا الخيط كده ايه من فوق. هجيب الوش التاني يبقى كده الخيط طالع معايا من هنا، الخرزه اللي من فوق من هنا. هجيب الوش التاني احطه عليها وهنقفل بالسطر التاني. يبقى احنا عملنا سطر والسطر التاني هنقفل بيه. هاجي عندي خيط طالع من الخرزه دي، خيط من فوق وخيط من تحت. معايا خيط من فوق وخيط من تحت. الخيط اللي من فوق هحط خرزه باللون الاحمر بس كده عشان تشوفوا كويس. في الخيط اللي هو ايه اليمين اللي من بره اهو، واحده واحده مع بعض. ادينا اهو الخيط اللي من فوق حطينا ايه خرزه. طبعا احنا تركه التكفيل الاجنبي دي عملناها اكتر من مره، بس زي انا ايه كل فيديو متفقين ان احنا بنمشي ايه واحده واحده مع بعض عشان الناس اللي اول مره تدخل القناه. طيب احنا عملنا ايه؟ حطينا خرزه في الخيط اللي من بره، واجي في الطرف التاني جنب الوش التاني هدخل في نفس الخرزه اللي قصادها بنفس الطرف اللي هو من بره اللي حطينا فيه الخرزه، هو هدخل في الخرزه التانية من فوق كده لتحت. تمام. يبقى الخيط معدي معايا في كام خرزه؟ معدي معايا في 3 خرزات، 3 من 4. يبقى احط في اي طرف خرزه واقفل. بنحط عامة في الطرف الأطول، يعني شوف الطرف الأطول هو اللي نلضم فيه ايه الخرز. حطينا خرزة برجع فيها بنفس الطرف أعمل الحلقة كده وانزل تحت كده، ما تلولوش الخيط على ايدك، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة وتشدي كده العقدة كويس الأول، وبعد كده بتدخليها جوه الخرزة كده. تمام كده كده. بيجي معايا عرض الشنطة سطرين بالشكل ده. تمام كده. اجي الطرف اليمين ادخل في خرزه، والطرف الشمال ادخل في خرزه، وفي اي طرف احط ايه خرزه. اعمل معاك واحده تاني كده. الخيط طالع معايا من الخرزه دي، هيجي الطرف اليمين هنزل في الخرزه من الجنب اللي احنا عملناه، والطرف الشمال ادخل في خرزه من الجنب اللي هو اللي من فوق دوا بالشكل ده. اعملها معاكم.
هنا في خرزة بالشكل ده، وفي اي طرف في الطرف الاطول واحط ايه خرزة واقفل. ارجع في الخرزة اعمل حلقة كده، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة وشد العقدة كويس، وبعد كده ادخلها جوه قلب الخرزة اهي بالشكل ده كده. همشي بقى داير ما يدور، اقفل الجنبين على بعض ماشي. الخيط اليمين ادخل في خرزة والخيط الشمال ادخل في خرزة، واحط خرزة في اي طرف واقفل ماشي. هنيجي هنا هنحط ايه برضه، هنا احط خرزة احمر، احط هنا ابيض عشان الخط ده ماشي ايه ابيض مع بعض. بعد كده اكمل باللون الابيض داير ما يدور خلاص، وتيجي عند الاحمر تشتغلي بالاحمر بالشكل ده. اخلص تشبيك الجنبين ببعض وارجع لكم عشان مطولش عليكم الفيديو. تمام كده جفناها سطرين من الجنب بالشكل التحفة ده، وعملنا وش بابا نويل من الجنبين. حابين تخلوا هنا ابيض بس واحمر من غير وش وتخلوا هنا وش بس، انا شايفه كده احلى، لان احنا هنعمل الجلاب على شكل جطوط بابا نويل. هتشوفوا كده مع بعض واحده واحده هنعمله ازاي. هنسيب خرزه من هنا وخرزه من هنا، وهنبدا على، انا عندي العرض 12، هنبدا الجلاب على 10 غرز. اول سطر هيكون 10 غرز، بعد كده نبدأ نعمل في تناقص لغاية ايه ما يطلع معايا خرزة واحدة بس. هنمشي مع بعض واحدة واحدة عشان ما تلخبطوش. انا هبدأ الاول تمام، هبدأ كده هسيب خرزة وهشتغل على الجنب التاني كده بالشكل ده على الخرزة التانية. دخلت بخيط جديد في الخرزة ايه التانية، سيبنا خرزة ماشي ودخلنا في الخرزة رقم 2. طب الخيط طلع معايا من خرزة، احط عليها كام عشان يبقى 4؟ احط عليها 3 باللون الاحمر. انا هشتغل الجلاب باللون الاحمر لان جطوط بابا نويل باللون ايه الاحمر، فهنشتغل الجطوط او الجلاب الشنطة باللون الاحمر. اسوي طرفين الخيط ببعض، اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقة كده، شد كده الحلقة لتحت واجرب ايدي من الخيط، اجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة كده المنظر ده واشد كده اول غرزة معايا في الجلاب. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط 2 اعمل معاكم غرزة تاني. الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة التانية اللي عليها الدور، الخرزة التالتة يعتبر لان احنا سيبنا واحدة دخلنا في التانية وحطينا 3 كده. الخيط معدي معايا من خرزتين، 2 من 4، هاجي في الخيط اللي فوق وهحط ايه خرزتين، اسيب واحدة وارجع في التانية من فوق لتحت اعمل ايه الحلقة. شد كده واحدة واحدة مع بعض، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة، اشد العقدة كويس تمام، وادخل العقدة جوه قلب الخرزة تمام كده. همشي باقي السطر، الخيط اللي تحت ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط 2، الخيط اللي تحت ادخل في خرزة والخيط اللي فوق احط 2، واجي عند اخر خرزة عندي قبل الاخيرة هسيب خرزة من هنا زي ما سيبنا خرزة ايه من هنا. خلاص كده همشي على باقي السطر لغاية الخرزة قبل الاخيرة، اجي اعملها معاكم عشان اوريكم نطلع السطر التاني ازاي. اخلص وارجع لكم. كده انا مشيت عملت كام غرزة، عملت 9، والغرزة ال10 هعملها معاكم. قلنا اول سطر في الجلاب هيكون من 10 غرز، سيبنا اول هو عندي عرض الشنطة 12 غرزة، سيبنا غرزة من الاول وهنسيب غرزة من الاخر من هنا ومن هنا، وهنشتغل على 10 غرز دول الجلاب بتاعنا احنا خلاص. فهنيجي اشتغلنا عملت 9، والغرزة ال10 هدخل في الخرز بالخيط اللي تحت في الخرزة الاخيرة، وعايزة اطلع السطر التاني اعمل ايه الف الشغل بتاعي كده، واجي في الطرف الخيط اللي من تحت عشان اطلع السطر التاني. مش هحط الخرز في الخيط اللي فوق، هحط الخرز في الخيط اللي تحت،
اخر خرزتين احطهم ايه في الخيط اللي من تحت عشان الخيط يطلع معايا من فوق، واشتغل السطر التاني. طيب انا عايزه اعمل السطر التاني، اسيب خرزه وارجع في التاني اعمل الحلقه، شد الحلقه وايه واشد وادخل العقده جوه ايه الخرزه. تمام كده عندي. طيب انا عايزه اطلع السطر التاني تناقص، مش عايزه اشتغل على الخرزه دي. كل سطر هنقص غرزه، كل سطر هنقص غرزه، كل سطر هنقص غرزه، خلاص لغايه لما يبقى طالع معايا الجلاب كده زي المثلث زي الجطوط. تمام معايا؟ هوريكم ازاي. طيب احنا خدنا طريقه التناقص بطريقتين عاملاهم بالتفصيل للناس المبتدئه، هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. تمام؟ التناقص والتزايد، ازاي ازود غرزه وازاي انقص غرزه. خلاص. طيب انا عندي هنا دي الطريقه العاديه، الطريقه العاديه، ولو انت بتشتغل بخيط تخين زي كده دي هتغلبك شويه. ليه؟ لانك انت هتلف بالخيط جوه الخرز لغايه ما تطلع من الخرزه دي. وانا لو شغاله بخيط تخين زي كده، انا بشتغل بخيط 80، هاجي ادخل في الخرز هي ايه، ولو الخرز فتحته ضيقه هيضايقني. لكن الطريقه التانية اسهل. طب احنا نقول الطريقه الاولى وهنقول الطريقه التانية برضو عشان الناس اللي ايه، انا شرحهم في الفيديو بس هعيدهم تاني عشان الناس اللي اول مره تدخل القناه. طيب خلينا من هنا كده عشان تنظروا اكتر. انا عايزه، انا كده الخيط خلص معايا، اول سطر عملته 10 غرز، السطر الجاي عايزاه يبقى 9 بس، هسيب خرزه هطلع على الخرزه دي. خلاص. فاعمل ايه؟ هاجي هلف بطرفين الخيط، هخلي الخيط بدل ما طالع من الخرزه دي عايزاه يبقى طالع في السطر التاني، اشتغل سطر على الخرزه دي معايا كده. طب اطلع الخيط هنا ازاي؟ انا هنقص كده غرزه السطر الجاي، هاجي الطرف اللي من جوه او نبدا بالطرف اللي من بره، طرف الخيط اللي من بره هعدي في الخرزه دي، انزل في الخرزه دي ودي ودي، واطلع من الخرزه التانية اهو مع بعض. اعدي ادي هو الخيط اجرب لها ايه، اجرب لها الخرزه اللي تحتيها كده اهي، خلي بالكم معايا. بعد كده اعدي في اللي جنبها من هنا كده، تمام. وبعد كده اطلع في اللي هي فوقيها كده، وبعد كده اروح فين؟ هتلاقي اول طرف كده طلعناه من الخرزة اللي ايه اللي احنا عايزين نشتغل عليها التانية. يبقى كده انا لفيت بطرف الخيط الاولاني في الخرز لغاية ما طلعت من الجنب، عايزة الطرف التاني ده يبقى طالع من الجنب التاني من نفس الخرزة التانية. هعمل ايه؟ اوعي تقولي مثلا تستسهلي وتقولي ادخل كده، كده الخيط هيبقى باين من بين الخرزة. خلاص، لا انا اقرب حاجة ليها اللي تحتيها، وبعد كده اعدي في دي، وبعد كده اعدي في دي، وبعد كده اعدي في اللي انا هدخل فيها دي كده، تبقى الطرف التاني طالع من هنا مع بعض. ايه دي الخيط طالع من الخرزة دي، انا عايزاه يبقى طالع من الخرزة التانية، اقرب حاجة ليها الغرزة اللي تحتيها، الخرزة اللي تحتيها انزل فيها كده بالشكل ده كده. تمام. ده التنقص العادي ومتعب، يعني تلف في الخرز وتمشي بعد كده في اللي جنبيها دي. انا لولا فتحة الخرزة واسعة يعني ده خيط 80، وبصي الخيط معدي فيه بسهولة. واطلع في الخرزة دي، تفضل تلف بقى في الخرز. انا هوريك الطريقة التانية اللي انا بمشي بيها على طول اسهل من كل ده. هفك لك كل اللي عملته ده وهوريك طريقة التنقص التانية كده. اصبح الخيط طلعته منين؟ من الخرزة التانية اللي هشتغل عليها السطر التاني. الخيط كان طالع من هنا، لفينا بالخيط في الخرز لغاية ما طلعنا من الايه، من الخرزة التانية كده. ابدأ السطر التاني عادي. خلاص، اجي في طرف الخيط اللي من بره هنا واحط ايه 3 خرزات، عشان الخيط طلع معايا من خرزة واحدة يبقى احط عليها العدد كامل. اجي في طرف الخيط من بره واحط 3، بعد كده ادخل في خرزة واحط 2، ادخل في خرزة واحط 2. طيب ونشوف طريقة التناقص التانية مع بعض. فكيت انا بس الغرزة عشان متقولش عليكم. هنشوف طريقة التناقص التانية بنعمل ازاي. التناقص التاني، التناقص التاني بقى عشان اطلع على الغرزة التانية بشتغل على اخر خرزتين،
يعني على اخر غرزتين. انا عندي مفروض دي اخر غرزة عندي في السطر، لا هفك اللي قبليها دي كأني ما عملناهاش كده. تمام كده. وانا عندي قلنا نشتغل على كام غرزة؟ على 10 غرز. اجي عشان اطلع السطر التاني على الغرزة اللي هنقصها، يبقى اشتغل اعمل التناقص على غرزتين الاخرانيين، يعني اللي هي الغرزة التاسعة والعشرة، اللي هي التاسعة والعشرة دي عندي، لان هنسيب اخر واحدة عندنا هنا. طب اشتغلها ازاي؟ بلف الشغل بتاعي كده، تمام، واجي الخيط طالع معايا من الخرزة اللي هي التاسعة، تمام، رقم 9، احط فيها 3 خرزات باللون الاحمر. حطيت 3 خرزات في الخيط اللي من تحت في الغرزة التاسعة، تمام. اديني حطيت 3 خرزات في الخيط اللي من تحت، واجي الف الخيط كده وادخل في الخرزة اللي هي رقم 10 اللي هي الاخيرة كده من بره لجوه كده. عايزه اوريها لكم من بره لجوه كده على الغرزة اللي عملناها كده. عملت الغرزة العشرة وخليت الخيط طالع معايا منين؟ من تحت هنا كده. الخيط طالع معايا من هنا من تحت. الخيط اللي من تحت ده هطلع في الخرزة اللي هي ايه من الغرزة اللي عملناها اللي هي السايبة دي، مش هتمسك غير لما اعمل اللي هي في النص دي. خلاص اطلع فيها من تحت اللي فوق. اللي هيتوه في الطريقة دي يعمل الطريقة الاولى، تلف بطرفين الخيط في الخرز وتطلع من الخرزة التانية على طول. اللي مش هيعرف تلاقي، رغم ان الطريقة دي احلى واسهل واسرع من دي. كده الخيطين طالعين معايا هما اوتوماتيك من الغرزة ايه التانية، بس ناقصة ايه خرزة واحدة بس احطها في الطرف اللي من بره، ويبقى كده الخيط طلع معايا منين؟ من الخرزة التانية. ارجع في الخرزة اعمل الحلقة واشد، نمسك الغرزتين معايا كده. ادي طريقة التناقص التانية. الخيط طلع معايا على طول من الغرزة ايه؟ من الغرزة اللي ايه قبل الاخيرة. شايفين كده؟ هشتغل السطر التاني عادي، بس مش هعمل تناقص من الجنب اللي هو من ايه؟ من الجنب اللي من هنا ده، من عند الراس من هنا. خلاص هيبقى تناقص من جنب واحد بس. هعمل تناقص من جنب واحد عشان يديني المثلث بتاع الايه الجطوط. خلاص كده. هاجي هنا الخيط طالع معايا من خرزة، هاجي في الطرف اللي من بره واحط ايه 3، اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت اعمل الحلقة، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة وايه واشد بالشكل ده كده. الخيط اللي تحت ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط 2. همشي كده لغاية اخر السطر، تمام، واعمل السطر التالت وهاجي اوريكم اخر السطر وبداية السطر التالت ازاي. اخلص السطر وارجع لكم. تمام كده. انا عملت السطر التاني وعملت تناقص من اول ايه اول غرزة، سيبنا خرزة واشتغلنا على التانية وطلعنا ايه السطر التاني. اجي عند اخر غرزة في السطر هشتغلها عادي. الخيط اللي تحت دخلت فيها والف الشغل بتاعي، واجي في الطرف اللي تحت احط الخرزتين عشان الخيط يطلع معايا ايه من فوق. احنا قلنا التناقص هنعمله جنب واحد بس، اللي هو الجنب اللي هو ايه من هنا، لكن الجنب ده هيطلع ايه مستقيم على طول. هنشتغل غرز فوق بعضيها. سيب خرزة وارجع في التانية اعمل الحلقة، يبقى كده انا هطلع سطر ايه عادي. هاجي فوقيها برضو السطر التالت، هاجي فوقيها وهعمل ايه الخيط طالع معايا من خرزة، هاجي في الطرف اللي من بره واحط 3 خرزات باللون الاحمر. حطيت 3 اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت اعمل الحلقة، واجيب الطرف التاني ادخل في الحلقة واشد كده، تمام معايا بالشكل ده. شايفين؟ هشتغل الجنب ده هيبقى على طول عمودي كده على طول، مش هنعمل فيه تناقص. هيجي بقى الخيط اللي تحت ادخل في خرزة، والخيط اللي فوق احط ايه خرزتين، واشتغل باقي السطر. واجي طريقة التنقص اللي انا بقول عليكم التانية، هشتغل يبقى اعمل تنقص على اخر غرزتين. كل مرة اعمل التناقص بتاعي الطريقة التانية بنشتغلها على اخر خرزتين عشان يطلع معاك الخيط من الخرزة ايه التانية. لو هتعملي التناقص العادي بتشتغلي عادي لغاية اخر خرزة، وبعد كده بتلف في الخرز وبتطلع من الغرزة ايه التانية بالخيط.
مع بعض. انا دلوقتي هشتغل معاكم بالطريقة التانية اللي انا بحب اشتغلها. تمام كده اشتغلت السطر التالت، واجي هنشوف هنعمل تناقص ازاي عشان اطلع السطر الرابع انقص خرزة. ماشي. طبعا احنا هنسيب خرزة من السطر التالت، وهبقى اشتغل على اخر خرزتين اللي هما ايه اللي قبل الاخيرة، بسيب خرزة من هنا وهشتغل على دول. طيب ادي الخيط طالع معايا من الخرزة اللي هي احنا دي خلاص هنسيبها، يبقى قبل الاخير يعتبر دي هنسيب خرزة، كل سطر هنسيب خرزة ونشتغل على اخر خرزتين. الخيط اللي طالع من الخرزة دي احط فيه 3 خرزات كده، 3 شايفين، والف بالخيط كده وادخل في الخرزة اللي هي ايه عليها الدور، اللي هي المفروض عندي تعتبر اخر خرزة في السطر كده، من بره لجوه بنفس الطرف، شايفين كده. تمام. واطلع في الخرزة من الجنب دي من تحت لفوق كده معايا. تمام. واحط خرزة في اي طرف او في الطرف اللي من بره دوت واقفل كده. الخيط طالع معايا من الخرزة اللي هي ايه التناقص كده. نشوف شكلها من هنا. شايفين اهو كده الخيط طلع معايا من هنا، واصبح التناقص معايا هيبقى كده. هشتغل على الخرزة دي، اشتغل اول واحدة احط عليها 3، بعد كده الخيط تحت ادخل في خرزة واحط 2، ادخل في خرزة واحط 2، لغاية لما اجي عند اول السطر الف الخيط اللي تحت ادخل فيها اخر خرزة والف الشغل بتاعي واحط تاني. السطر ده هيطلع عدل على طول، هكمل عادي، هحط 3 وبعد كده احط 2، هكمل السطر رايح جاي، وهتعمل تناقص من جنب واحد، هننقص خرزة من كل ايه جنب لغاية ما هيطلع معايا الجطوط. هاجي اعمل معاكم التناقص برضو في كل جنب اعمل تناقص، لكن همشي كده. اول واحدة احط 3، اجي في الطرف اللي من بره كده واحط 3، اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت اعمل حلقة كده. يبقى كده بداية السطر ايه الرابع معايا. شايفين المنظر هيبقى ازاي معايا؟ واضح الوقت كده. التناقص هيبقى من جنب واحد بس، التناقص هيبقى من جنب واحد بس، الجنب التاني هيبقى مستقيم عدل عادي. هشتغل عليه كل غرزة، هكمل السطر تحت ادخل في خرزة والسطر اللي فوق احط 2، واجي هنا اوريكم هنطلع السطر الخامس ازاي. برضو مش هسيبكم، برضو اخلص وارجع لكم. تمام كده. الخط اللي تحت جينا عند اخر خرزة في الجنب اللي هو ايه هيكون معايا مستقيم، هدخل فيها عادي مفيهوش ده تناقص ولا حاجة. الجنب ده هدخل في اخر خرزة عادي بالخط اللي تحت والف الشغل بتاعي. هشتغل السطر التاني عادي، اخر غرزة بحط اخر خرزتين في الخط اللي من تحت عشان اطلع السطر ايه اللي بعده. ادي اخر خرزتين، اسيب واحدة وارجع في التانية اعمل الحلقة كده. شايفين طلع الجنب ده مستقيم، هيفضل لغاية ما يديني شكل الايه الجطوط. هشتغل اول غرزة هحط عليها في الخيط اللي من بره 3 خرزات عشان اكملهم 4، بعد كده الخيط اللي تحت ادخل في خرزة والخيط اللي فوق احط 2، همشي لغاية هنا، بعد كده اسيب خرزة من هنا ماليش دعوة بيها، وهعمل التناقص على اخر خرزتين من كل سطر. يعني يعتبر التناقص بيبدأ من الخرزة ايه، يعني بسيب خرزة من هنا وببدأ التناقص اعمل على الخرزتين دول، كل سطر بسيب اخر خرزة ونعمل تناقص على اخر خرزتين. ماشي. اخلص واجي عند اخر 3 خرزات دول ونشوف هنعمل ايه. تمام كده. اشتغلنا السطر الخامس، وهنيجي بنسيب خرزة من هنا دي كأن مش شايفينها، وهنشتغل على اخر خرزتين عندي في السطر دول. خلاص مع التناقص ان احنا بنسيب غرزة، وهنشتغل في دول نحاول نطلع من ايه اللي عليها الدور. اجي هنا
الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة اللي هي قبل الاخيرة، يعني يعتبر دي عندي هي اللي قبل الاخيرة لان دي خلاص كأني مش شايفاها. ادخل فيها كده واجي الخيط اللي من تحت واحط 3 خرزات. نفس الخيط اللي فيه 3 خرزات هدخل في الخرزة الاخيرة عندي من بره كده لجوه كده بالشكل ده. شايفين ازاي الخيط طالع معايا من هنا، حطيت 3 خرزات ودخلت في الخرزة اللي جنبها من بره لجوه عليها كده ماشي، وهطلع بالخيط في نفس الخيط في الخرزة اللي هي ايه فوقيها دي من تحت لفوق كده. احنا بنطلع في الخرزة اللي جنبها اللي هنشتغل عليها السطر اللي بعد كده التناقص. كده احنا عملنا تناقص اهو. شايفين الخيط بدل ما كان هيطلع معايا من هنا طلع معايا منين؟ من هنا كده. الغرزة ناقصة خرزة، احط الخرزة وهشتغل عليها السطر اللي بعد كده. ارجع فيها اعمل حلقة اشد كويس عشان تمسك الغرزة اللي قبلها اللي بعدها. شايفين كده الخيط طالع معايا منين؟ من الخرزة دي وسيبنا دي. شايفين عملنا التناقص على طول. هكمل باقي السطرين 3 اللي باقيين دول لغاية ما يطلع التناقص معايا من خرزة واحدة. تلاقي القطوط طالع معاكي من فوق كده خرزة واحدة بس، طالع كده لغاية بايه هيبقى هنا خط مستقيم وهيرسى على خرزة واحدة بس القطوط. كل مرة هتعمل تناقص غرزة واحدة من الجنب ده، لكن الجنب ده يبقى مستقيم. اخلص القطوط وارجع لكم او الجلاب وارجع لكم. كده خلصنا الجلاب بالشكل التحفة ده وتركيب المغناطيس. طبعا انا عاملاه بطريقة مبسطة جدا جدا للناس المبتدئة. هحط لك لينك الفيديو في صندوق الوصف. خلاص كل الفيديوهات اللي انت عايزاها او مش عارفاها هتلاقيني حطها لك في صندوق الوصف. طريقة انتهاء الخيط وبداية خيط جديد، طريقة عمل الجفل المغناطيس، طريقة التزايد والتناقص، كل ده هتلاقيه في صندوق الوصف ان شاء الله. شايفين هتبقى معايا بالشكل التحفة ده. هنشوف اليد هنعملها ازاي. شايفين جمال الشنطة. هنعمل اول غرزة على اليد، هندخل بالطرفين الخيط في الخرزتين اللي هما الاتنين دول في الجنب تمام، وهنعملها اول واحدة من 7 خرزات غرزة سباعية. بعد كده نبني عليها غرز رباعية. يعني الخيط دخل هنا في 2، هاجي في اليمين احط 3 وفي الشمال احط 2، هيبقوا 5 و2 7. يبقى اول واحدة هتبقى 7 غرز بس. هحط في اليمين 3 كده، اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت اعمل الحلقة بالشكل ده كده. في الشمال احط 2. تبقى معايا بالشكل ده كده. تبقى معايا بالشكل ده كده. دخل العقدة جوه الخرزة. تبقى معايا كده تمام. غرزة سباعية اول واحدة. بعد كده هشتغل غرز رباعية عادية. الخيط طالع معايا من خرزة هحط عليها 3، في اليمين 2 وفي الشمال 1. تشتغل غرز رباعية عادي. في اليمين 2. عايزة تعمليها كلها غرز سباعية عادي، بس هي الرباعية احلى. ممكن لو عندك جنش ممكن بنشتغل رباعي على طول وبندخل الجنش في بين الغرزتين. في الشمال خرزة. يبقى عملنا اول غرزة
سباعي على 2، دخلنا في الخرزتين اللي في الجنب وكملناهم ايه 7. بعد كده اشتغلنا رباعي على 1. الشنطة بس ايه اعملها لكم الشكل تو معايا كده. تمام. هنشتغل طول اليد اللي احنا عايزينه. احنا اول غرزة عملناها سباعي، بعد كده هنشتغل طول اليد اللي احنا عايزينه. طبعا عايزاها تعمليها 100 غرزة، عايزة تعمليها 50، عايزة تعمليها 120 براحتك. انا هشوف طول اليد المناسب اللي انا عايزاه وارجع لكم نقفل مع بعض في الاخر غرزة في الغرزتين اللي هم في الجنب التاني. اخلص طول اليد غرز رباعية. اول واحدة عملناها سباعية، بعد كده هنشتغل ايه رباعي. اخلص وارجع لكم. تمام كده انا عملت اليد غرز رباعية. اول غرزة عملناها هنا سباعي على الخرزتين اللي هما في الجنب، كملناهم 7. دخلنا في الخرزتين اللي في الجنب وحطيت في اليمين 3 وفي الشمال 2. خلاص. وطلع الخيط من خرزة، بقيت احط خرزتين في اليمين وخرزة في الشمال، غرز رباعية. تمام. انا عملت 75 غرزة. تمام. مش عايزاها تبقى طويلة خالص عشان طبعا تكون طفلة، مش هتكون لحد كبير. تبقى معايا بالشكل التحفة الجميل ده. هنقفلها برضو بغرزة سباعية في الخرزتين دول، بس اراعي ايه عدلة الايد عشان ما تكونش ايه تعوش مني بالشكل ده كده. تبقى العدلة معايا كده. هيجي الخيط طالع معايا هنا من خرزة، الخيط طالع معايا من خرزة، وهنا عندي خرزتين يبقى 3 من 7 يبقى احط 4. احط في اليمين 2 وفي الشمال 2 واربط الخيط بتاعي. احط في الطرف اليمين خرزتين كده، وهدخل في الخرزتين اللي هما من تحت كده بالشكل ده كده. قبل ما اربط اتاكد بس ان ايه الايد عدله معايا عشان ما اربطش، وبعد كده ايه تمام. واحط خرزتين واربط، كملهم 7. تمام كده في الخيط اللي فوق او اللي تحت بس. واربط اعمل عقدة وادخل العقدة هنا في الخرزة وامشي تاني واجيب الخيط في اي خرزة تاني واعمل عقدة تاني وادخلها في الخرزة. يعني مش هعمل العقدة دي بس عشان اليد تستحمل. اخلص اربط الخيط وادخل العقدة جوه الخرزة واتوه الخيط وارجع نشوف وزنها كام. اخلص وارجع لكم. تمام كده قفلنا اليد معانا بالشكل التحفة ده. تمام. نشوف وزنها كام. الناس اللي بتسأل على الوزن دايما في كل اخر فيديو بنشوف وزن الشنطة بتاعتنا كام. 478 جرام، يعني اقل من نص كيلو. تحفة وكبيرة. تاني كده شوفوا نتأكد من الوزن. 478 جرام، اقل من نص كيلو. تحفة بجد. واسم شغلاها بخيط مقاس 80 لان الخيط بيتجل برضو ايه الشنطة. يعني لو شغلاها بخيط 60 او 70 هتطلع اخف من كده تاني، يعني ممكن تعمل 400 جرام. عايزاكم اللي وصل معايا لغاية هنا يحط لي لايك حلو كده بايده على الورشة التحفة دي. تمام. وكل سنة والاخوة المسيحيين بخير، وان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب. تكون سنة كلها خير وبركة على الجميع ان شاء الله. وبكده تكون ورشة النهاردة خلصت. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، واتمنى يكون الشرح خفيف وسهل عليكم. ويا ريت اللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فكرة كل فيديو جديد ينزل على القناة. لايك، مش هوصيكم مع اللايك يا بنات. لو عجبتكم ورشة النهاردة لايك حلو كده بايديكم. تمام. وكومنت احلى تقولوا رايكم في ورشة النهاردة. وانتظروا المزيد من الفيديوهات الجديدة والحصري على قناة كريستال كريم، واسألكم دعوة حلوة من القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.